بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده المش الفلاحي على اصوله. قدامكم بعد ما عملته وخلصته. شايفين لونه جميل ازاي؟ بتغطيه كده، حط على المش مباشره في بق البرطمان كيس عشان ما يعملكيش فوق طبقه مش كويسه. يعني هنجيب الجبنه كده في الاول اهيت، الجبنه اللي انت عايزاها طبعا، الكميه اللي انت عايزاها، وتغلفيها كده من جميع الجوانب بالملح كده عشان تصفي الميه اللي فيها. معانا بقى لبن بقري اهو على لبن جاموسي. انت بقى عايزه تعملي ايه؟ لبن بقري على لبن جاموسي براحتك. هنحط بقى المش القديم اهو عندي برضو، هنطلع منه الجبنه القديمه اهيت ونشيلها في حاجه يعني اهيت، عشان هنضيف القديم على الجديد. هنزود القديم بشويه جداد. ومعاه ربع كيلو سمسم. ومعانا ايه اهوت دي مرته اللي كنت عاملاها مع فيديو السمنه اللي عدى. تضربي كله في الخلاط، تحطي قديم على جديد على السمسم على المرته وتضربيه كله في الخلاط اهو. تضربي كله في الخلاط اهو، المرتة والسمسم وكله، وتحطي الملح وكله وتضربي في الخلاط اهو. تحطي عندي شطة اللي انا عاملاها برضو في فيديو على القناة، لو عايزين تعرفوا الطريقة ابحثوا عليها تسمعوها. عندي وملح اهوت، ودي شطة حراقة خلاص، حطيت معلقتين. ده المش القديم اهوت بدأت احط منه اهو. تضربي كله ينضرب اهو. وعندي بقى المكون الاساسي بقى اللي هيخليه يقدم معاكي في شهر واحد، خلي الجبنه تبقى قديمه معاكي في شهر واحد بس، اللي هو العسل الاسمر. حطي ربع كيلو عسل اسمر. العسل بقى بتقول ملح والشطه على حسب كميه الجبنه اللي انت هتعمليها والمش اللي انت هتعمليه. اضربه كله برضو في الخلاط اهو. ضربته كله اهوت. هرفعهم بقى ايه على النار اهو، بيغلوا على النار اهوت عشان لو في ميه زياده يعني تتبخر وتطلع اهو. شوفي بقى، عايز ملح تاني تزودي، عايز شطه تاني تزودي. انا زودت له ملح وشطه تاني اهو. والحدقية بقى والشطة دي الحر ده على حسب انت ما انت عايزة، على حسب رغبتك. بتحبي حراق زودي، بتحبي مش حراق قللي اهو. ومعايا بقى ديت اسمها رق حلاوة، بتديها هي جنب، بتحطهاش في الخضرة، متضربهاش في الخلاط. لو عندك هون هنعملها في الهون اهو. تدقها كده لحد ما تبقى ناعمة كده اهوت. دي اللي هتمنع المش يربي معاكي سوس يعني، او حاجات مش كويسة يعني اهو. عرق الحلاوة دهوت بتحطيه مع برضو المش يغلي كده عشان يطلع المادة اللي فيه في المش كله. تيجي بقى بترصي الجبنه اهوت، بترصها قبل ما تحطي المش في البرطمانات او في البلاص اللي انت هتعملي فيه. والبلاصي احسن طبعا، بس انا ما عنديش بلاص، بنعمله برطمان ازاز اهو قدامك اهو. ترصها الاول طبعا، عشان لو حطيت المش مش عارفه ترصها والبرطمان هياخد معاكي شويه صغيرين جبنه يعني اهو. انا قلت عرق الحلاوه دهوت بتجيبها وتدقيها في الهون مش في الخلاط، عشان دي خشبه، ودي بتمنع المش يعمل سوس معاكي او حاجات وحشه يعني مش مرغوب فيها يعني اهو. يبقى هنا بقى بعد ما برد بقى بتحطيه على الجبنه بعد لما يبرد، ما تحطوش هو ساخن، تسيبيه يغلي شويه على النار عشان يطلع الميه اللي فيه وتتبخر الميه فيه، عشان ما يعملش معاك برضو ريم وحاجات وحشه. وما تحطوش على الجبنه غير ما يبرد خالص اهو. وانا لقيته تقيل معايا فزودته، غليت شويه لبن وزودته بيها. انت بقى عايزاه تقيل زي ما هو كده، زي ما قدامك كده اعملي تقيل، عايزاه خفيف اعملي خفيف. ولو انت سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي وعجبكم لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناه ولايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. انا هو زودته شويه ميه، والكيس ده قلنا بنحطوه تشيل الهواء لتحتيه خالص، تحطيه مباشره على المش عشان ما يخلوش يعمل لك وش مش كويس اهو. الكيس ده بتحطيه كده اهو، وتسيبي شويه فراغ في البرطمان او في البلاصه عشان المش ده بيزيد وبيفور، بيقع منك بالبلاصه. تسيبي شويه فاضيين في البرطمان او في البلاصه، وحاولي تعمليه كله يعني لو معكيش بلاصه اعملي ببرطمان ازاز. انا جبنا البرطمان الازاز ما كفانيش، فعملت اللي فاضل في برطمان بلاستيك عشان البلاستيك مش صحي ومضر بالصحه. وشايفين لونه عامل ازاي؟ عشان انا هزودته بقى شويه لبن مغليين تاني اهو.